من أكتر الحاجات اللي بسمعها من أي حد نفسه يتعلم الأوربن سكتشنج أو يبدأ الأوربن سكتشنج هي إن أنا أصلا ما بعرفش أرسم، مستحيل أطلع رسمة زي دي، أو إن أنا ما عنديش الأدوات الكافية، أو مش عارفة أبدأ منين. والحقيقة الحلوة في الأوربن سكتشنج إن انتوا مش محتاجين إن يبقى عندكم أدوات كتير قوي، ولا محتاجين إن انتوا تكونوا محترفين في الرسم علشان تبدأوا الأوربن سكتشنج، لأنه هو مختلف عن الرسم المعماري الدقيق اللي لازم كل النسب والتفاصيل تكون مظبوطة. urban sketching فيها نسب طبعا، بطريقة أبسط بكتير من أي أسلوب رسم تاني. أول حاجة إيه هي الurban sketching؟ urban sketching هي إن أنا برسم من المكان اللي أنا فيه. لو كتبته على أي مكان، دورته على urban sketches هتلاقوا إن أغلبها عمارة، بس هي مش لازم تكون عمارة، هي ممكن تكون بترسموا الأكل اللي في المكان أو المباني أو كتوثيق للمكان ده وبس. هي دي فكرة الأوربن سكتشنج، إن انتوا ترسموا من نفس المكان في نفس اللحظة اللي انتوا فيها في المكان ده. هل ينفع إن أنا أخد صورة للمكان وأرسمه في البيت؟ عادي جدا. في ناس بتحب إنها ترسم من المكان أكتر، وفي ناس بتحب إنها ترتاح ترسم في البيت أكتر، وعادي يعتبر urban sketching حتى لو فكرة ال urban sketching من المكان نفسه. فعادي مش لازم تكونوا ترسموا من نفس المكان، ممكن حتى تاخدوا outline ترسموا بالرصاص أو بأيا كان كده خطوط مبدئية للمكان اللي انتوا فيه، وتاخدوا صورة من نفس الزاوية اللي هترسموها، وبعدين ترسموا في البيت، لان مش دايما هتحبوا ان انتوا ترسموا برا، او مش دايما هتحسوا ان انتوا مرتاحين ترسموا برا. لو جو مثلا حر زي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي هيكون الموضوع صعب، لو جو شتاء، كل الحاجات دي. الادوات زي ما قلت لكم احنا مش محتاجين ادوات كتير قوي. اقول لكم ايه الحاجات اللي محتاجينها في البدايه، وبعدين هوريكم الحاجات اللي عندي. بس الحاجات اللي عندي انا ما بداتش بيها. عادي ممكن تبتدوا بورقه وقلم رصاص، عادي مش لازم الوان. اوكي، ممكن لو بتحبوا ترسموا اكتر بالحبر ممكن ورقة وقلم حبر. ممكن ترسموا على حاجات مختلفة، اي حاجة، على فاتورة، على منديل، على السوق. الورق من اهم الحاجات اللي تستثمروا فيها وانتوا بترسموا او بتبتدوا الاربن سكتشنج. لو انتوا بترسموا برصاص بس فعادي مش مشكلة، بس لو عايزين ترسموا بوتر كولرز فالاحسن ان احنا نجيب ورق حلو ويكون كويس عشان يستحمل معانا المية. فانا هنا عندي اول سكتش بوكس جبتها اللي هي صورتها لكم في الفيديو اللي قبل كده. بقيت لو سافرت اي مكان جايبه كل سكتش بوك لاي لمكان تاني، آه، يبقى منفصل، يعني كل بلد منفصله في سكتش بوك لوحده. اوكي كده قلنا الورق والسكتش بوك. تاني حاجه الادوات اللي هرسم بيها حطاهم عندي هنا في الشنطه دي. الشنطه دي جبتها من المغرب. لو انتوا رحتوا المغرب قبل كده او حد بيتفرج عليا وهو من المغرب فاكيد عارفين شكل الشنطة دي، موجودة في كل حتة هناك. ف استنى اوريكم الحجم بتاعها. بصوا كبيرة ازاي، شايلة كل حاجة، يعني هي تقريبا ممكن تشيل سكتش بوك كمان جواها. يعني لو حطينا دي مثلا تكفي، لو حطينا دي معاها تكفي برضه. قلم الرصاص انا ازاي برسم؟ انا برسم بطريقة تقليدية جدا. قلم رصاص وبعدين قلم حبر، وبعدين بمسح الحاجات اللي انا مش عايزاها بالرصاص، وبعدين بلون بالووتر كولرز. لام الحبر جبت دول وجربت ارسم بيهم، بس معرفش ممكن علشان النوع ده مش احسن حاجة. فالحاجة اللي بقالي فترة بحب ارسم بيها اللي هي اليوني بين العادية. اللي بعده الووتر كولرز، نصيحة يعني ما تجيبوش اللي هي الحاجات اللي بتتباع في المكتبات اللي هي مدورة دي، علشان لو انتوا لسه حاسين ان انتوا ما بتعرفوش ترسموا كويس وجربتوا تلونوا بيها هتحسوا ان المشكلة فيكوا. هي المشكلة مش فيكوا، المشكلة في الالوان. المشكلة دايما بتبقى في الالوان والورق. urban sketching عادي تطلع الرسمة زي ما تطلع هتبقى حلوة لو الالوان كويسة. اول حاجة كنت برسم بيها اللي هي الباليت بتاع فان جوخ، وتاني واحدة من براند سينا برضو قلتلكوا عليها. براند مصرية بتعمل الألوان فظيعة. في عندها أشكال تانية بس دي أصغر حجم. محتاج فرشة، فرشة رفيعة، فرشة وسط، وفرشة كبيرة. لو عندنا فرشة واحدة بس برضو مش مشكلة، بس أنا يعني بحب إن يبقى في فرشة رفيعة لو عايزة أحدد خطوط. أقلام زيادة لو مش موجودة عندكم، أو
مش حابين تجيبوها دلوقتي مش لازم، بس هي بتخلي شكل الرسمة ممكن تظهر أكتر. قلم أبيض مثلا زي دول، دي كنت جايباها اللي هي البخاخة فيها مية، علشان لما بفتح الباليت لو أنا بقالي كتير ما رسمتش فبتبقى ناشفة قوي، فبرش كده مية عليها.